نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو الأول عن سلسلة الانترفيوهات. خلينا نسميها سلسلة، ممكن نكمل بالتفصيل أكتر وكل خطوة تبقى ليها شرحها. إزاي أوصل لانترفيو في شركة أنا عاوزها، أو حتى شركة كبيرة في مجال أنا عايزه، سواء كان الهدف هو الشركة أو المجال ده، التخصص ده، السيكتور ده. إزاي أوصل لإن حد يكلمني؟ طبعا في طرق كتيرة، أولها وأهمها بالنسبة لي لينكد إن. لأن لينكد إن مش مجرد زي الفيسبوك كده يعني سوشيال ميديا، لأ، ده بروفيشنال سوشيال ميديا، يعني كل الناس اللي ليها اختصاص في مجال معين بتدور على بعض فيه. طيب ليه احنا أغلبنا بيدخل لينكد إن ويقول أنا ما بتجيليش منه حاجة؟ علشان احنا بندخل بنستخدمه إزاي؟ يعني مين الكونكشنز اللي عندك في لينكد إن؟ مين الناس اللي انت بتبعت لهم كونكت وفولو وبتتابعهم؟ ممكن تدخل تكون انت بتشتغل مثلا في مجال الكونستراكشن وتكون بتتابع ناس في مجال الاي تي. ما هو ده مش هيهتم بيك في حاجه، ولا انت هتستفيد منه حاجه. انت هنا مش بتضيف ناس صحابك وناس قرايبك وقريب قريبك وقريب صاحبك وصاحب قريبك. ما هي مش كده. هو انا دلوقتي داخل انا عايز اشتغل في مجال الكونستراكشن، يبقى في الحاله دي ادخل ادور على ناس في مجال الكونستراكشن، ادخل ادور على ناس في مجال الاتش ار في الشركات دي، اشوف ادور على الشركات اللي شغاله في المجال ده واعمل للشركات نفسها فولو، اشوف الاتش ار في كل شركه هو مين و... وادخل البروفايل بتاعه واشوفه واعمل له فولو، واكون عندي كوميونيكيشن مع الناس دي، كونكشنز كتير على البروفايل بتاعي من الناس دي. والكتير ده مش 100 ولا 500، يعني الاف. انا عن نفسي عندي 50,000 بس، يعني منهم ممكن 10 في المجالات اشتغلت فيها قبل كده مش مهتم بيها حاليا، ولكن في حوالي 40,000 في المجال اللي أنا بشتغل فيه. طبعا دول مش كلهم في بلد واحدة، فأنت مستهدف فين؟ مستهدف تشتغل في الخليج، ولا مستهدف تشتغل في مصر، ولا مستهدف تشتغل في أوروبا، ولا أمريكا، ولا أيا كان المكان؟ برضو بتحط دي في اعتبارك. أنا عاوز مثلا أشتغل في شركة بتشتغل في مجال الباور بلانت بس في أستراليا، فأدور مين الشركات اللي في أستراليا بتشتغل في الباور بلانت واعمل لهم فولو، واشوف الاتش ار بتاعهم اضيفهم، واشوف الناس البوزيشن بتاعهم آه، قريب من الجزء اللي انا متخصص فيه علشان اعرف اتكلم معاهم. وبعد ما اعمل كونكشن ويقبلني وابعت مسج وكده، مسج بروفيشنال، مش ازيك عامل ايه وكده يعني، بس تبقى بروفيشنال، عاوز استفيد من المجال ده ونتبادل الخبرات في المجال ده. المشاريع عندكم بتتم ازاي؟ عندنا بتتم ازاي؟ هتلاقي ممكن حد يرد حد ما يردش، مش مشكله، انت مش تخسر حاجه، انت كده كده بتبعت لفتاة الليل حتى الصباح يعني 50,000 رسالة ما بتردش عليك، فمش مشكلة لما تبعت حاجة لمصلحتك يعني. فالمهم يعني احنا كده عاوزين نعمل بروفايل قوي على لينكد ان، نعرف مين الكونكشن بتاعنا اللي احنا مستهدفينه، نعرف المجال اللي احنا عاوزين نتعامل معاه ونشتغل فيه. لو عملنا دول على لينكد ان وكمان زيهم على المواقع التانية المشابهة ليه، زي مثلا في الخليج في بايت دوت كوم ونكري جالف وفي وظف تقريبا في مصر وحاجات كتير زي كده، وفي حاجات خاصة بالاتحاد الأوروبي وحاجات خاصة بأمريكا، في موقع لكل مكان. طبعا ممكن في مرة نقولهم كده في السريع، بس هو مش حاضرين معايا دلوقتي. ونعرف كمان ايه ازاي نعمل كمان بروفايل على كل واحد منهم. فبالنسبة لي أنا كده خدت الخطوة الأولى، أنا أعلنت عن نفسي، ده مجرد إعلان عن نفسك. طبعا البروفايل بتاعك مهم جدا. البروفايل بتاعك مش ما ينفعش تكتبه بإيدك. لازم تستخدم الاي اي اللي في اللينكد ان. بعد ما تديله السي في بتاعك يطلع لك بروفايل بالاي اي. يعني ليه ومثال على الكلام ده، انت لو كتبت البروفايل بتاعك، كتبت مثلا الجوب ديسكريبشن بتاع الوظيفه الحاليه بتاعتك او اللي فاتت بايدك، فانت مثلا هتكتب آه، انك بتساعد في دور مثلا تصميم المشروع الفلاني. هو التصميم ده كده حاجة عامة، لكن اللينك الاي اي اسف هيعمل لك نفس المسمى ده، نفس الديسكريبشن ده، بس هيشرحه لك بطريقة فيها المصطلحات اللي الناس دي بتدور عليها. هو مش هيقعد يدور على كل واحد كاتب ايه بالتفصيل، دلوقتي كله اي اي. السي في نفسه اي اي، وده برضه هنتكلم عنه لوحده.
فلما يتعمل البروفايل بتاعك بالاي اي، الناس اللي بتدور عن طريق الاي اي هتعرف تعمل ماتشنج مع البروفايل بتاعك لما يكون بيدور على حاجه انت عندك خبره فيها. لكن لو انت كاتبها بايدك، ممكن غالبا كمان مش ممكن، مش هتكون معبر عنها بالشكل الصحيح، ولا لغويا لو بالانجلش، ولا كمصطلحات بيزنس. فبالتالي احنا محتاجين نعمل الخطوه دي، ان احنا نعمل بروفايل بالاي اي. محتاجين نعمل بروفايل قوي جدا، نعمل كونكشنز مع ناس في نفس المجال، نعمل كونكشنز مع شركات في نفس المجال اللي احنا مستهدفينه، وبناء عليه هتيجي لنا مع الوقت. طبعا الموضوع بيحتاج صبر. هيجي لنا رسائل، ناس بتحاول تتعرف علينا لبروجكتس، ناس تعمل يعني زي ما احنا عايزين نتعرف على ناس، في ناس تحب تتعرف علينا، هيحاول يعرف عندك ايه. هتلاقي اتش ار بيكلمك، عايز اكلمك في التليفون، عايز ابعت لك ميل، او عايز السي في بتاعك اشوف عنك تفاصيل اكتر، وهكذا. طبعا المفروض ان اللينكد ان بتاعك بيكون البروفايل فيه السي في بالتفصيل وزياده، بس طبعا الناس بتحتاج السي في لان بيكون فيه بيانات اساسيه للكوميونيكيشن والكلام ده، فيعرف يتكلم معاك ازاي. طيب لحد هنا احنا كده خدنا ان اعلن عن نفسي. كل ده انا بسميه اعلان عن نفسي. ما بعد الاعلان ده اللي هنتكلم فيه في الفيديو اللي جاي.